السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى ايه؟ عملنا الفطاير الجميلة ديت محشية بالعجوة. عملنا منها كام تشكيلة كده بقى يا حبايبي، انما ايه، حاجة جنان تجنن، حاجة كده ايه، هشة وجميلة. شوفوا عاملة العجينة عاملة ازاي حبايبي، العجينة عاملة ازاي، المخبوزات جميلة ازاي، تحفة وريحتها روعة. ما تنسوش بقى باللايك يا حبايبي. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. هنقول بسم الله يا حبايبي. طبعا هنقول المقادير بقى واحنا ايه بنشتغل كده. نقول بسم الله. هننزل هنا نص كوبايه ميه دافيه، وننزل معلقتين كيس الخميره الفوريه، او لو خميره بيره برضو قطعه كده قد الليمونه لو هي الخميره البيره، والسكر. ومعنا هنا معلقه سكر كبيره. نقلبهم مع بعض، نضربهم. وننزل بكوبايه اللبن برضو دافيه. طبعا بنحط طبعا المواد السائله الاول مع بعضيها، وهننزل كده بمعلقتين خل طبعا عشان بنعمل هشاشه في العجينه المخبوزات عموما. ننزل ببياض بيضه طبعا شايلين الصفار عشان هندهن بيه الاخر. ومعانا علبه زبادي. هننزل بقى يا حبايبي بالدقيق كده بالتدريج. هننزل بقى بمعلقه ملح صغيره. معانا هنا معلقتين كبار لبن بودر، لبن بودره طبعا عشان يعزز طعم العجينه. طبعا هنشوف حسب نوع الدقيق، في دقيق بيحتاج سوائل اكتر. هنشوف كده يا حبايبي. شوفوا كده بقى. نعمل بقى بايدينا، نعجن بقى بايدينا. نعمل لحد ما يختفي الدقيق خالص. ونشوف كده ايه. هنحط كده ايه معلقتين زيت، طبعا الزيت يكون كويس. حاطين زيت ذره معلقتين كبار مع العجن كمان عشان تخليها بقى العجينه كده هشه وطريه وجميله. اهم حاجه بقى العجن يا حبايبي. كده نعملها. شايفين العجينه يا حبايبي؟ اهم حاجه طبعا العجن. نحط بقى على وشها ايه، رشه زيت كده عشان ما تلزقش في الاسترتش بتاعنا، الاسترتش راب. نغطي بقى العجينه كده بقى ونحطها في مكان دافي ساعه كده ونشوفها. بسم الله ما شاء الله. خلاص خمرت اهي يا حبايبي.
بسم الله ما شاء الله، هشه وجميله ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنقطعها بقى الايه، نكورها كلها كده، نخليها كلها متناسقه كده ايه. هنخلصها كلها ونرجع لكم. خلاص كورناهم، هندهنهم بقى كده دهنه زيت خفيفه، ونسيبهم بقى يرتاحوا 10 دقايق كده. ولا نحشي بيها، ومعانا معلقه سمنه بلدي او زبده زي ما تحبوا يا حبايبي. هنقرصها بقى فيها خلاص. كده خلاص السمنه اختفت كده من العجوه. هنكور بقى كده ايه كور، ممكن نكبرها شويه حسب ما تحبوا برضو. دي الحشو بتاعنا، كبرت شويه. هنخلصها ونرجع لكم. طبعا العجوه وكورناها كده حسب ما تحبوا برضو، حابين تحطوا فيها جبن، اي حشوه بتحبوها زي ما تحبوا يا حبايبي. نقول بسم الله يا حبايبي. نقعد كده ونرش بقى ايه رشه دقيق كده عشان ايه ما تنشفش مننا. بسم الله. عجينه هشه وطريه وجميله ازاي. ما نخليش السمك بتاعها لا رقيق ولا تخين، تبقى نص سنتي كده. بسم الله. هنعمل كام تشكيله برضو معانا المخبوزات. دي رسمه الفيونكه يا حبايبي، نلزقها كده ايه، نثبت كده العجين كده منها. هنخليها بشكل طولي ديت كده يا حبايبي. نجيب السكينه بتاعتنا كده وايه نقطعها من الجنب كده، واليمه التانيه برضو. وهنلف العجوه بتاعتنا نخليها ايه صباع كده. نحط واحده كده وواحده كده، واحده كده واحده كده، دي زي الضفيره كده يا حبايبي.
ده شكل تاني. طبعا هنخلي بقى الايه العجوه بتاعتنا كده نبرمها ونلفها رول كده مع بعضيها. بسم الله. نقفلها كده اهيت يا حبايبي. الفيونكة يا حبايبي بس بقى بشكل تاني. برضه ده رسمة تانية بقى. يا حبايبي خلصناهم. هنسيبهم بقى كده ربع ساعة يرتاحوا عشان يرتفعوا تاني يا حبايبي ونرجع لكم. ارتفعوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. هنا عاملين بقى إيه بصفار البيضة مع شوية لبن مع معلقة نسكافيه او معلقة قهوة كده دوبناهم كويس. وهندهن بقى منهم الوش. السمسم بقى ونرش برضو عليه بيدي ريحة حلوة للمخبوزات ويزود طبعا القيمة الغذائية بتاعتها. وحبة البركة برضو. رشينا خلاص عليهم السمسم وحبة البركة. هنحطهم بقى في الفرن. طبعا الفرن سخن مجهزينه. هنحطهم في الرف الوسطاني ونرجع لكم يا حبايبي. خلاص طلعناهم من الفرن يا حبايبي. حطيناهم كده في الرف الوسطاني واخر 5 دقايق كده ايدنا الشوايه عليهم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده جميله جدا. تحفه بجد. هشه وحلوه وجميله. حاجه خفيفه كده بقى للفطار او للعشاء. حاجه نظيفه. حاجه وفرنا. حاجه كده تحفه بجد. يا رب يعجبكم يا حبايبي. اشتركوا بقى في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واعملوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.